عشان في اكتر من حد سألني على اخر السنة نزلت عن الهجرة لاستراليا. هو الموضوع بسيط. ولاية نيو ساوث ويلز اللي هي مدينة سيدني، ودي من أول مستعمرة بريطانية اتعملت في استراليا، وأجمل مدينة في استراليا، فيها بحر ومدينة كويسة، بس المعيشة فيها هناك غالية. وهي على طول الهجرة ما بتبقاش مفتوحة فيها على طول، سنة تتفتح سنة تتقفل، فهي مفتوحة من يومين لمدة سنة قدام. وكانت منزلة الفئات اللي لو حد عاوز يسافر، كان من ضمنهم فئة الصيدلة. هسيب لك لينك الفئات موجودة، لو انت من الصيدلة وعاوز تعرف انت من الفئات دي ولا لأ، هسيبه لك موجود تحت في التعليقات. طب هل انت صيدلي بقى، انت عاوز ينفع تسافر على طول ولا لا؟ لازم يكون معاك المعادله. فلو انت عامل معادله اصلا وجاهز المعادله، فدي فرصه كويسه، هتخلص ورقك على طول وتسافر. انما انت لسه بقى صيدلي مش معاك المعادله، هتلحق تعمل معادله في السنه دي؟ والله ده بقى هيعتمد على حسب انت مستواك في الانجليزي عامل ايه، والامتحانات التانية اللي هتيجي قدام هتلحق تذاكر فيها وتخلص ولا لا. لان انت في الاول خالص انت لازم بتعمل، انت لما تيجي تسافر دول الخليج بتعمل حاجه زي الداتا فلو، اهو بالظبط كده بتعمل لهم حاجه زي الداتا فلو هناك في الاول، بس بيبقى مع عليها ورق زياده، اختبار اللغه اللي هو البي تي اي اكاديمي. فده انت ممكن تكتب على النت دلوقتي وتشوف نفسك هل هتجيب سكور المناسب اللي يخليك تطلع لو دخلت الاختبار ولا لا. لو مش هتجيب السكور المناسب، هتبدا بقى تذاكر لحد ما تجيب السكور المناسب، لان هو امتحان بتدرب على حاجات معينه لحد ما تجيب السكور المناسب. وبعدين بقى كده انت عملت المعادله بتاع الشهاده. بعدين بتقدم، بعد ما بتعمل داتا فلو انت بتعمل البرومتريك. هم برضو هناك في امتحان زي البرومتريك اسمه الاوبرا، بس البرومتريك بيتعمل كل شهر في مجموعه بتمتحن، لا الاوبرا بيبقى كل 4 شهور، كل 3 شهور في السنه، يعني 4 مجموعات، كل كوارتر بيكون فيه مجموعه بتمتحن. فانت يعني الكوارتر ده هيبقى فيه مجموعه ممكن تعمل حسابك على الكوارتر بتاع شهر 3 ولا شهر 4. ده ممكن لو هتلحق تذاكر تخلص فيه البي تي اي اكاديميا، وبعدين تلحق تقدم فيه، ممكن تمتحن على شهر 3 4، وبعدها باسبوعين 3 النتيجه بتبان. فانت هنا بتكون انت عملت داتا فلو، وبعدين عملت البرومتريك او ما يعادلهم، هو هناك اسمه الاوبرا والاي بي سي، مع الاسماء مش هتبقى مهمه قوي. فانت بتبقى عملت الحاجتين دول كده، بقى بقيه الاجراءات بتبدا تكملها وانت في استراليا. انت خلاص عملت معادله الشهاده وامتحنت الاختبار، بتروح هناك وبتسجل كمتدرب، ولازم تبقى تتدرب حوالي 1500 ساعة تدريبية. يعني أنا حوالي 3-4 شهور شغل تدريبي، بتاخد نص مرتب الصيدلي عادي، حوالي 3000 دولار استرليني. وبعد ما بتخلص الفترة التدريبية بتبدأ بقى تقدم على الفيزا، سواء بقى هي الإقامة الدايمة اللي هي الإقامة الدايمة، أو الإقامة 5 سنين وبعد كده تبقى إقامة دايمة. دي كده الخطوة الرابعة. وبعد ما بتقدم على الإقامة وتاخد الإقامة، بتبدأ بقى ده كده أول حاجة بتعادل الشهادة. وبعد ما بتعادل الشهادة بتمتحن الأوبرا زي البرومتريك، وبعدين بتسافر وبتعمل الساعات التدريبية بتاعك، حوالي 1500 ساعة تدريبية. وبعد الساعات التدريبية بقى خلاص انت خلصت، بتسجل بقى وتاخد الإقامة المؤقتة ال5 سنين، أو الإقامة الدايمة. الإقامة الدايمة على طول. الموضوع ده كله شاكب راكب بيكلفك حوالي تقريبا 13,000 دولار استرالي، فحوالي بتتكلم في نص مليون جنيه، مبلغ مش كبير، ما تتعشاش ليلة يعني. فهل هو يستحق انك تسافر ولا لا؟ والله بص، هو في الاول يعني انت في الاول لما تاخد ال 3000 دولار في الساعات التدريبيه، ده بيعادل لك انك قاعد في مصر وبتاخد مرتب 15000 جنيه، لان هناك الضرايب غاليه والمعيشه غاليه، فالموضوع مش هيبقى احسن حاجه. لكن بعد ما تخلص فتره التدريب وتبدا بقى انك تخلص فتره التدريب وتبدا تخش بقى في تاخد ضعف المرتب بتاعك، خلاص انت بقيت صيدلي. هنا هيبقى كويس شويه، بس مش احسن حاجه برضه، مش هتعرف توفر منه كتير، بس هتعيش عيشه كويسه. لكن بعد 5 سنين بقى ده هيعتمد عليك، هل هتفضل على نفس المرتب ونفس الوظيفه، ولا هتبدا تطور من نفسك وتعمل الارقام الكبيره اللي هو بيقول لك 15000 دولار في الشهر والارقام الكبيره ديت. بس ده طبعا مش كل الناس هتعمل الرقم الكبير ده. فشوف انت هل موضوع الهجره والسفر اصلا هل هينفع معاك ولا لا، انت اللي هتقرر. مش كل الناس ينفع هتحب انها تسافر استراليا لاسباب كتيره. فشوف لو الموضوع ده عجبك. فالهجرة لاستراليا مش كل الناس هتحب تهاجر لاستراليا لأسباب كتيرة، كل واحد هيختلف من شخص للتاني. فأنت شوف لو استراليا كويسة ومعاك الفلوس بتاعتها، ممكن تبدأ تقدم فيها، هي الفرصة مفتوحة لمدة سنة. سلام.